حياكم الله مشاهدينا الكرام اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج ساعه رياضيه. طبعا هذه الحلقه طالت لفتره طويله بسبب الظروف الخاصه اللي حدثت معنا حقيقه من الظروف التقنيه. اليوم ضيف، يعني هو مو ضيف، هو بالعكس هو صاحب مكان ورجل واحد من اهم الشخصيات الرياضيه في المحافظه، ان كان سواء عمل كمشرف لنادي الناصريه، كمشرف للحكام، كرئيس لجنه الحكام. طبعا اسم كبير، اسم لامع، اسم له تاريخ طويل. طبعا واحد من الناس انا شرف لي اني التقي به للمره الثانيه الكابتن احمد مقصود. حياك الله كابتن في هذه الحلقه. السلام عليكم، شكرا على المقدمة وبارك الله بكم. وبالعكس أنا الشرف أحضر لنا تلفزيون ذيقار وشبكة إعلام ذيقار، لأن أنتم متواصلين وتتابعون كل صغيرة وكبيرة وعلى كافة مفاصل يعني مدينة الناصرية بالذات ومحافظة ذيقار. طبعا بالتقديم تحدثنا عن التقديم. اليوم انت وين تشوف نفسك؟ كمشرف، كعضو هيئه اداريه، كرئيس لجنه حكام سابق، احمد مقصود ايهما اقرب لشخصك؟ والله أستاذ حسن ما أخفيك سر للأسف، يعني خاصة مدينة الناصرية، يعني كثير من الأسماء اللي اندثرت تفسرها. اليوم احنا شغلنا الشاغل اغلب الموجودين، يعني ما اقصد الرياضيين الرواد، لا بالعكس. لذلك اشوف علاقتنا مع الرياضيين الرواد لحد اللحظه مستمره بكل جوانب الحياه، اما حاليا لا والله. يعني اكو امور هوايه على مستوى رياضه المحافظه يراد لها يعني فرمته حقيقه يعني. خلينا نبدا اليوم، نبدا بالمشرف. نعم. انت عضو هيئه اداريه، طبعا مبارك لك مباركه متاخره. الله يحفظك. اليوم انت كمشرف صراحه وبدون، وانت متعود عليك الصراحه، استعدادات نادي الناصري تلبي الطموح برايك الشخصي الى الان؟ استعداداتكم تلبي الطموح؟ والله حاليا احنا يعني كهيئه اداريه وكجمهور يعني مساندين هذا، بس تعرف يعني انت اكو ظروف اقوى من عندك. حاليا احنا كاستقطاب مدربين، كادر تدريبي جيد، لاعبين استقطبنا جيدين، عندنا لاعبين محترفين، 3 لاعبين سوريين بالاضافه الى لاعب افريقي، بالاضافه الى لاعبين من ابناء المدينه ومن خارج الناصريه. يعني عندنا لاعبين تقريبا من البصره، لاعب من الكوت، من العماره، يعني شريحه لاعبين يعني ان شاء الله تبيض الوجه. فقط الكابتن حسن نرجع ونقول احنا الحظ له دور فعال بهاي الامور، ممكن يعني الحظ يوفقنا ونوصل الى مبتغانا ومبتغى جمهورنا ورياضيينا، هو الوصول الى الدور الممتاز. ان شاء الله احنا املنا بالله قوي. بالاضافه احنا ما ندخر جهد كهيئه اداريه وكابناء مدينه، ان شاء الله نتكاتف ونوصل للهدف المنشود اللي هو الوصول الى الدور الممتاز ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا احنا سمعنا كثير من الملفات حدثت اليوم، اليوم على اساس اكو لاعبين سوريين، لاعبين افارقه، ومشكله بالاعلام، من اعلام السوشيال ميديا بالداخليه حقيقه. يعني لما تدخل على الفيسبوك على سبيل المثال تشاهد كم كبير من الاخبار. هاي الاخبار تتداول انه اكو لاعبين جايين وبكثره، يعني فاجئت انا الكم الكبير بما يقارب 10. يجي الخبر الحصري منك كم لاعب محترف؟ لا، لاعبين المحترفين محترفين المحترفين من خارج، يعني بنقول محترفين يعني من خارج البلد، اللي هم 4 لاعبين، 3 سوريين ولاعب افريقي. مراكز المراكز يعني اغلب مراكزهم لاعبين وسط بالاضافه الى مدافع، يعني 3 لاعبين. اللاعبين الموجودين حاليا اجوا؟ لا، يوصلون ان شاء الله، ان شاء الله يوصلون 10 و 12 10، يعني باكر عقبه ان شاء الله يوصلون تسهيل الله. كيف آلية تعاقد اللاعبين؟ هي عن قناعة المدرب أو عن طريق؟ اكيد. يعني هو المدرب شخصيا أكيد. هو اللي طالب؟ اكيد هو المدرب، اللي حتى اللاعبين هذول المحليين، يعني ما يجي لاعب اذا مو موافقه كابتن علي وهاب والكادر التدريبي. بالاضافه احنا كاداره احنا نوفر له الامور الاداريه وهو يختار الامور الفنيه ايمه. يعني باكر لا سامح الله اذا ما توفق الفريق او كان هناك استقطاب اللاعب من بالمستوى المطلوب هو يتحمله مو احنا. احنا علينا وفرنا كهيئه اداريه من رئيس الهيئه الاداريه، واحنا كاعضاء اداريه متواصلين وياهم. احنا هيئنا القاعده هيئنا الارض الخصبه، بالاضافه الى انه الامور الفنيه هو يمه مو يمنا. احنا شاهدنا منافسات من جماهير نادي الناصريه، طالب بدفع رواتب اللاعبين، بدفع رواتب حتى الكادر التدريبي. سمعنا هاي المشاكل كل سنه تنعاد. الى متى هذه المشاكل؟ يعني ما آن الاوان انه نخلص من هذه السالفه، سالفه الرواتب؟ الى الان نتحدث بسالفه الرواتب، وكل فتره يطلع الجمهور ويتحدث، وللامانه كل اراء الجماهير على عيننا وراسنا، بس ماكو خبر حصري الى الان انه
واكو خبر اخر يقال، والعهد على القائل طبعا، يقال انه احد الجماهير هو دفع فلوس حاليا. كان هذا معلوم؟ لا مو حاليا. الشهر الماضي نعم من احد اخواننا المشجعين. احنا انا والاستاذ هيثم، باعتبار الاستاذ هيثم نائب رئيس الهيئه الاداريه، كنا ببغداد نكمل هاي اضافات اللاعبين والتعاقدات والسيستم يعني. فاحد الاخوان لانه المدربين يعني اصابهم نوع من الزعل والحيف انه احنا اجينا واحنا كذا، بس ما خلال يوم ثاني يوم اندفع المبلغ من قبل رئيس الهيئه الاداريه. ولذلك انت تشوف يعني احنا هسه كناصيه وكابناء مدينه انه اليوم مثل ما تفضلت المدرب كذا والراتب كذا، الراتب يتاخر نعم. احنا نادي اهلي استاذ حسن، النادي الجمهور حتى الجمهور يعرف. اي النادي الاهلي اليوم، النادي الاهلي يعتمد على شخص معين. وعلى رئيس النادي حاجه. اي حاج حسان. لو كان انه هناك دعم من قبل المحافظ او المسؤولين او الميسورين لا تختلف الامور. بالاضافه الى ذلك هو الرجل يعني هي نفسه وطوع على انه يتبنى هاي المسؤوليه. انه هو ممكن يدفع المبالغ وهو اللي يدعم النادي. اما مساله انه يكون هناك يد العون تمتد من ابناء المدينه او الميسورين او المسؤولين كمبادره ايجابيه. بس احنا نتحدث انه خلاص ما احنا اليوم مقبلين دور محترفين، مقبلين دور الدرجه الاولى، ترى الدوري صعب. ما عاد مثل الدور السابق، الوضعيه اختلفت، الانديه بدات تستعيد، يعني انديه الرمادي، محافظه الرمادي لاعبين على مستوى عالي، برازيليين محترفين على مستوى عالي. فقصدي انه لازم احنا هذا الموضوع نحله مثلا تدخل سياسي، تدخل رياضي، اجتماعي. انا قصدي الى متى نبقى في هذه الدوامه؟ انت رجل للامانه مو جالس امامي، جهودك جباره، تعمل وتجتهد وتحاول قدر الامكان. فانا قصدي الى متى نبقى في هذه الدوامه؟ ما الاوان ان نخلص من هذه الدوامه كقرار نجي على المحافظ، نجي على السياسيين، البرلمانيين، خلينا نقول مناشده لهم. ولا فرصه الانتخابات هي فرصه. احنا مو هذا الاسبوع الماضي التقينا بالسيد الامين حج حميد ابو منذر. التقينا والرجل هي انه يعني هواي امور، ولكن هاي الامور يا استاذ حسن ينراد لها من يتبناها. حتى كان السيد المحافظ موجود، دكتور محمد كان موجود، من جلسنا كهيئه اداريه وكمسؤول بالدوله وبالمدينتنا واخونا. ولذلك انت تشوف ان الخلل جاي يصير عندنا هنا بالمدينه، يعني الخلل جاي يصير من الاخوان الموجودين كمسؤولين احنا كاداره ايضا نتحمل جزء من هاي البرود وعدم التفاني. هذه صراحتك اعتدنا عليها. اي بالوصول للمسؤول، احنا ليش نحمل المسؤول او نحمل مثلا الجمهور او نحمل، لا احنا نكون سبب، احد اسباب هذا الاخفاق والوصول الى هالمستوى هذا احنا كنا سبب. يعني احنا لما جينا وقعدنا ويا الامين العام وقعدنا ويا السيد المحافظ باعتبار المسؤول الاول بالمحافظه ومسؤول تنفيذي وقراره ماشي ونافذ. ولذلك احنا ارادنا مثلا تكون هناك حمله من ابناء المدينه، من الاعلاميين، من الميسورين، من القانونيين الحقوقيين، انه يوقف مع هذا النادي. عندنا استاذ حسن احنا موجوده عندنا يا نادي الناصيه، عندنا مثلا كليه مزايا. وجايين على ملف املاك النادي. نعم. احسن ما انا كنت اتحدث بهذا الموضوع وانت سبقتني. نعم. خلينا نتحدث عن ملف املاك النادي. نعم. املاك النادي الى الان غايبه عن الناس، واحنا نسمع نقول مزايا للنادي. الشيء القانوني الى الان ما انحل هاي القضيه، ما انحلت. ما تنحل، لانه انت اليوم من تجي استاذ حسن وتكلفه كمحامي كقانوني انه هو ممكن يتبنى القضيه مالتك، يطلب من عندك مبالغ كبيره. يعني مثلا منتدى الناصيه النموذجي، يعني هذا النادي الناصيه بزمن الثمانينات مشترى بفلوس، يعني اتذكر يمكن بوقتها ب 6000 دينار عراقي، كانت فلوس قويه. بالاضافه الى واستثمار كم سنه تقريبا؟ ماكو استثمار، خذوه شباب الرياضه، خذوه سووا منتدى وسووا. حاولنا رحنا لاحد اخواننا المحامين ما اريد اذكر اسمه، طلب من عندنا 100 مليون، مبلغ ضخم. اي ما عندنا، يعني احنا لذلك نشوف انت مثلا الهيئات الاداريه من تخطو خطوات تصطدم بواقع مرير، واللي هو مثلا المحامي يطلب من عندك مبالغ او دوائر الدوله تطلب من عندك في شيء خارج عن ارادتك. بالاضافه الى كليه مزايا اجت تجينا من اللجنه الاولمبيه واتفقنا ويا محمد دحام، دكتور محمد
اتفقنا وياه انه احنا راح يعطينا الاجور. دكتور محمد فاجئنا انه ارسل الايجار المخصص لنا سنوي 40 مليون الى اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه. السند القانوني اللي تستند عليه شلون راح للجنه الاولمبيه؟ ليش ما اجاكم؟ احنا بالطابع الارض هي مسمى باللجنه الاولمبيه لو نعم لكم. نعم، اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه نادي الناصريه الرياضي. اي هذا سند الموجود عندنا، ولذلك هو من راح تحرك على اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه ببغداد دفع الاجور لهم، بينما احنا كنا بحاجه ماسه لها المبالغ، وانت كابن مدينه طبعا اكيد وكنت لاعب كره قدم انت ولاعب ما تواصلتوا ويا رجل؟ ما حاولنا باي طريقه انه نوصل الى مستوى انه الاجور تدفع لاولمبيتنا من الناصريه، ومن خلالها هم راح يدعمونا وراح ينطونا هاي المبالغ، لكن ما وصلنا لحل. هذا اللي الان النادي ما يملك اي موارد ماليه؟ ما بس ما عدا جمعيه الكوثر. جمعيه الكوثر صار عقد بها وهي كان بقتها فاقد رئيس النادي الله يذكره بالخير، اتوقع سنويا 25 مليون، قاعد نستلم بالسنه 25 مليون عن طريق جمعيه الكوثر. زين نادي مثل الناصريه كم لعبه به الان؟ تقريبا 5 لعبات على الاقل. اي تقريبا 5 لعبات، عندنا السله وعندنا القدم، عندنا ملاكمه، عندنا اللعبات الفنون القتاليه. طيب سنويا ايش قد تحتاج مبلغ؟ انت مبلغ ضخم تحتاج. لا نحتاج هوايه، نعبر ال 500. بمعنى هذا انه صعب وصلنا للدرجه الممتازه. اي صعب، لانه استاذ حسن ماكو تعاون من الناس المتنفذه، الناس اللي صاحبه القرار. مثلا هذا اليوم هذا الملك ملكي، هسه الملك موجود، انه اللجنه الاولمبيه اللجنه الاولمبيه محتاجه؟ ما محتاجه، بس احنا كنادي محتاجين هالمبالغ. ممكن ان توفر لنا، ممكن تستقطب لك لاعب، تجيب لك مدرب، تعطي اجور العفو رواتب لاعبين، سواء كان السله او القدم او الالعاب الاخرى الموجوده عندنا، ولذلك احنا قاعد نعاني من هاي الحاله. طيب احنا سمعنا بالاونه الاخيره انه دخول مستثمر مثلا يصير نادي نفط ذي قار، لا على سبيل المثال. لا مو هذا استاذ حسن، هذا تاريخ النادي، تاريخ النادي بلاعبين. نقطة مهمة جدا توضحها للناس، لبعض الجهات اللي تعمل على هذه الفكرة. نعم الفكرة. وضح هذه النقطة، أنا سمعت كثير حول هذا الموضوع. نعم. وضحها للرأي العام، إنه نادي مثل نادي الناصرية هذا إرث تاريخ، ما يصير. نادي الناصرية استاذ حسن العفو، أنت اليوم نادي الناصرية، نادي الجزائر، نادي الناصرية، لاعبين مثلوا منتخبات وطنية ومثلوا يعني رياضة المحافظة من ذاك الوقت. اليوم راح تكتب نادي نفط ذي قار، اولا كارث عندك ما تقدر تضيف تقول هذا كان كذا وكان كذا. احنا التقينا بهذا الموضوع وحكينا به الاخ محمد، استاذ محمد هو مسؤول الشعبه الرياضيه، والاخ ستار زوير هم بالشعبه الرياضيه مال شركه نفط ذي قار. ما وصلنا الى نتيجه. احنا قلنا لهم يا خلي تكون دعم، او خلي يكون مثلا نوع من انواع المساعده، او خلينا نقول مثلا حل بقيه المحافظات. تبنى النادي، انت تبنى النادي، انت تكون داعم النادي. للامانه السنوات الماضيه ما قصروا، حتى اكون صادق، شركه نفط ذي قار السنوات الماضيه ما قصروا، خاصه مع نادي الناصريه. انطوا ما انطوا، وللاسف يعني احنا اليوم قاعد نعاني، لانه من يسمعون برئيس النادي تاجر او مقاول تكش عنك العالم. يابا مثلا شو يصير مثلا اذا ما تصفق تروح للمسؤول، تروح تقول له مو عندكم حج حسان، تروح التاجر تقول له قال لك مو عند زين شو يصير حج حسان؟ السنه تختلف استاذ حسن. طبعا العام او قبله يمكن رواتب السنوات القادمه بعد اكثر ما توصل 15 20 مليون. السنه رواتبنا عبرت حتى ال 35، بالاضافه الى السفر مال المباريات، بالاضافه الى سكن اللاعبين. هذا يقودني الى سؤال، عقود اللاعبين المحليين ماكو عقود، رواتب خلينا رواتب نعم. سقف الرواتب اعلى راتب واقل راتب تقريبا ما بين. اعلى راتب يمكن 1.5 مليون، واقل راتب 350. اقل 350 نعم. وانتم تقريبا العدد الان كم لاعب تقريبا؟ هسه حاليا احنا حسب ما طلب المدرب كادر تدريبي، هو هذا مع احترامه الى مو صحيح، لحد الان 34 لاعب. انت المفروض ما تاخذ هذا العدد، المفروض يكون عدد لاعبينك من 20 الى 25 لاعب، حتى تخلي ذني الاسماء الباقيات. ممكن ان تستقطب لك لاعب ينصاب، لاعب ينحرم. احنا شفنا لاعبين شباب درجوا من لاعبين شباب، جبنا 5 لاعبين. ممكن دول نستفاد منهم، نعدهم. اي نستفاد منهم، موجودين ويانا. عندنا لاعبين هسه 2 يلعبون منتخب شباب العراق، عندنا لاعبين 2
انا هذا يقودني الى سؤال اخر، احنا ليش لاعبنا ما نتعامل وياه كعقد؟ يعني ليش نتعامل وياه كراتب؟ ليش ما نتعامل وياه سنه او سنتين مثلا ونستثمر مثل كرخ، مثل الانديه هذه لو نحتاج مبالغ ضخمه يعني؟ مو قصه المبالغ استاذ حسن، انا يدخل مدخل الرزق. اللاعب مثل ما تعرف انت لاعب شاب مثل ما صار عندنا العام، يعني موارد ماليه للنادي، انا ممكن ابيع استثمر استفاد منه. اكو لاعبين وقعوا سنتين مثلا ما يعرف الله اعلم، مثلا استغفل بعد العلم عند الله، اجى وقع سنتين، لما اجى نادي ثاني وطال مبلغ محترم وطال، احنا اجينا قررنا قرار كهيئه اداريه، اللاعب يروح بالدوري الممتاز احنا نوقع له ونعطيه استغناء لو كان موقع 5 سنوات. طيب ليش ما لكم نسبه؟ لان هذا رزقه. لا احنا النسبه ما نوصل له، ما راح ياخذ ذاك المبلغ الضخم يعني، بس مجرد مبلغ يمشي اموره كلاعب شاب. كم لاعب السنه راح من عندكم تقريبا؟ تقريبا حوالي 5-6 لاعبين راحوا بالبجه. ايه الدوري ممتاز، بس الدوري درجه ما اعطيناهم، اجوا لاعبين عندنا رادوا المصافي الجنوب ورادوا النادي سامراء ورادوا النادي شفنا لاعبين وقعوا الاتصالات. لا ما انطيناهم، الموقع عندنا سنتين ما انطيناه. في كابتن عباس فوزي ايه لا رجع عندنا. ما يعرف. ايه هو احنا معتزين بهم كمستواهم كمستوى كاخلاق، يعني هم ناس انا عشت وياهم العام فتره الاشراف على الفريق وشفتهم، يعني ناس محترمين من عوائل محترمه، حتى اجوا اهله، يعني اجا واحد اجا ابوه واجا اخوه، من قعدنا وسولفنا وياه وقلنا له يا مثلا شيرين احنا سقف الراتب ماله زودناه، اذا العالم ياخذ 400 و500 لا سوينا 750. طيب انا اريد اغلق هذا الملف ونتوجه الى ملفات اخرى. نعم. بس اريدك تختصر للموضوع، او مثلا تنطي امل او بوادر امل انه السنه ممكن نذهب بالفريق الى ابعد من ذلك، ابعد نقطه ممكن نوصل الممتاز. والله وجهه نظرك انت، خلينا نتحدث بعيدا انه انت اليوم مشرف. نعم. كفني كمراقب. نعم هذا طموحنا استاذ حسن. طموحنا السنه ان شاء الله كاداره كجمهور، طموحنا السنه هو الوصول الى الدوري الممتاز. طموحنا بعد توفيق من رب العالمين، بس كاداره سالتني لا هذا طموحنا وطموح موجود ومشروع، لانه احنا جايين نهيئ الامور اللي ما قصرنا بها. هسه حاليا هم لاعبين معسكر بالنجف. زين تقريبا هذا المعسكر مباريات تجريبيه يعني من 8 الى 10 ايام. اكو معسكر اخر لو هذا ان شاء الله بعد ما يجون اللاعبين المحترفين ويكمل الفريق، ايضا اكو هناك مشروع معسكر خارج هذا، حتى يمكن خارج العراق. طيب نروح فاصل ونرجع مره ثانيه. شغلات يعني استاذ هم هذول الحاشيه خلينا نوضح للعالم بدون ذكاء بدون ذكاء ما يتجاوزون شفي يعني 5 الأصابع، يعني 4 حكام وواحد قرار واضحه. زين. عام مضى على لقاء الحكم السابق علي فوزي، ويبدو ما ذكره في هذا اللقاء بدأ يظهر بشكل واضح للعيان، وما زاد الطين بلة هو إجحاف وعدم إنصاف لحكام ذي قار، تحديدا حكام مركز مدينة الناصرية. الجميع يعلم أن ذي قار تمتلك حكاما على مستوى عالي، لكن يبقى السؤال: أين حكام مركز مدينة الناصرية؟ من هم من أجبر على ترك التحكيم بطرق ملتوية لكي يتم استبعاده؟ الكثير منهم كانوا محسوبين من الحرس القديم للجنة السابقة، ومنهم من تم قتل الطموح لديه، والأسماء كثيرة، لكن سأكتفي بالاسمين الأبرز حاليا في منصات السوشيال ميديا: الحكم أحمد شناوة
والحكم المساعد هشام الشماري. وبالدليل القاطع أي ظهرت انقسامات واضحة، وبات من هو المقرب من رئيس لجنة الحكام والمتحكم في إخراج واجبات الحكام على حد قول المعترضين من الحكام. وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها. لماذا يتم إقصاء العديد من الحكام والتركيز على مجموعة خاصة من الحكام، ما إن البعض من هذه المجموعات الخاصة إحقاقا للحق مميزين لكنهم على أصابع اليد الواحدة، على عكس بعضهم عطفا على أداء في إدارة المباريات. لكن من الإنصاف والعدالة أن تكون منصفا في إعطاء الواجبات للحكام وإظهار أغلب الحكام في أبهى صورة، وعدم التميز بينهم على حساب المناطقية كونهم جميعا يمثلون الذقار لا يمثلون قضاء واحدا. أين دور رئيس الاتحاد الفرعي لاعب كرة اليد السابق فرقد الصريفي عن كل هذه الأحداث؟ ولو بحثنا في كواليس هذا الاتحاد لوجدنا هذا الاتحاد عليه علامات استفهام كثيرة، أهمها وأبرزها عدم البث في شكاوى الحكام اتجاه رئيس لجنة الحكام. وهذا يقودنا إلى المربع الأول: هل إن الاتحاد الفرعي مسير وغير قادر على اتخاذ القرارات تجاه اللجان، كون هذه اللجان هي من جاءت به إلى دفة رئاسة الاتحاد؟ فيما يبدو أن رياضة الذقار هي عملة واحدة من سياسة الذقار، أم إننا هذه المرة سنرى تغيير مسار إلى الطريق الصحيح؟ هذا التغيير بات مطلبا أساسيا لحل الأزمة لكي لا نخسر المزيد من حكامنا الأبطال، ولكي لا نعود برياضتنا إلى المربع الأول مربع المناطقية لبرنامج ساعة رياضية. لسه شفنا شغلات. تعقيبك كابتن على اللي سمعت، شنو رأيك بصراحة بما أثير في التقرير؟ والله هم قليل يعني. ما شفيته؟ لا ما وفيت؟ لا والله قليل. اليوم أريدك تتحدث عن ما ذكر بالتقرير، لأنه بعض يعني عفوا الأخوة بعض الإعلاميين يعني قد يعني يعتبر أنه هو هذا الموضوع إثارة موضوع الحكام، أكو أجندات ناس هم تابعين هاي الجهة، منظومة الحكام الحالية الموجودة رئاسة لجنة الحكام، مع كل احترامي لشخص الكريم. اليوم أنا لما أتحدث عن شخص أتحدث فنيا، أتحدث عن طريقة عمل، ما أتحدث عن شخص كاسمه. كل الأسماء على عين وراسي، كل الأسماء مقدرة، بس نتحدث كعمل. وأنت رئيس لجنة سابقا وتعرف شنو معنى رئيس لجنة سابقة حكام ذقار، وتعرف مدى المواهب اللي كانت عندك موجودة، وخصوصا حكام الناصرية أتحدث بالتحديد. واحنا وصلنا الى حاله خطره، دخلنا بقضيه المناطقيه، وهذه من الاشياء الخطره جدا اللي نحاول نبتعد عنها قدر الامكان، لكن وصلنا لها. استاذ حسن، انت من خلال حديثك انا اقول مثلا استاذ حسن ولا تلفزيون ذقار ولا الاخوان بالاعلام مثلا شنو مصلحتهم من يتابعون الحكام؟ شنو يعني عندك مصلحه مثلا انت حكم، عندك واحد من عائلتك مثلا حكم، انت وانا وكل الموجودين هدفهم هو وصول حكامنا الى اعلى مستويات. زين طيب الحكم شلون نشوف 5 6 مثل اكرم، شلون يوصل للحكم؟ مثل اكرم كل حكم دولي يصير. شلون يوصل للحكم؟ شلون يوصل للحكم اذا على هاي الارهاصات وعلى هذا الحقد والضغينه؟ شلون يوصل؟ يعني انت كنت ويا احمد مقطوف، انا لازم ما انطيك يعني احنا من خلص اكرم علي جبار على الحرس القديم، يعني نعم بعض الحكام القديم. نعم اليوم انت حكم دولي، سويت حكم دولي، من هذا صار الحكم الدولي فتحت باب للزملاء الاخرين انه يوصلون المستوى اكرم ويجوز يفوقون مستوى اكرم. عندنا اسماء اعطيك اياهم، احنا مهيئينهم. من كان استاذ جليل الله يذكره بالخير رئيس اتحاد وانا كنت وياه، احنا اكرم ما نعرف اسماء قد تكون غافله عن ذهننا احنا كمتلقين نعم. انت اعرف منا بهذه الاسماء. نعم. منو هذه الاسماء؟ احنا كاتحاد فرعي من خطينا خطوه اكرم انه اليوم يصير حكم دولي. احنا ما رشحنا اكرم حكم دولي وعفنا ودنا وجونا رحنا، لا احنا رحنا لبغداد مره ومرتين وثلاثه وعشره، ولما حصلنا هدفنا. هذا انجاز لنا كاتحاد فرعي وكلجنه حكام فرعيه. طيب انت اليوم سويت حكم دولي مثلا، اكو مهيئ اخر، اكو مثلا هيئه حكم ثاني، حكمين 3 4 نعم موجود الحكام، ولكن الحقد اللي خلاه والله انت شلون توقع لاحمد مقطوف؟ هذا يقودنا قضيه اخرى، قضيه اسماء الحكام اللي وقعوا لاحمد مقطوف. نعم هم كانوا الان يدفعون ثمن هذا التوقيع. نعم اكو بيهم قعدوا ببيوتهم. اعطيك ثار. نعم صار
ثار من حكام المحافظه المتميزين، بالاضافه الى احمد شناوه. احمد شناوه مشروع حكم جميل جدا. احمد شناوه انا كنت التقي بمقر اقتصاديين، يجي المقر الاقتصاديين حي يرزق ويسمعني، ما ادري يا قال ما تصير اذا ما تدفع فلوس اذا ما ادري شنو. احمد شناوه في يوم من الايام راح تستضيفه او تلتقي به وتساله سؤال، اجاني استاذ انا قلت عمي انت مشروع حكم جيد روح، انا موجود. ورشحتهم هو حتى يكون صادق ويكون واضح مع كل ابناء مدينته. ذي محافظه ذي قار احمد فائز من سوق الشيوخ حكم جيد ممتاز. زين عيني. احمد شناوه من الناصريه. طيب الذكر تحسين. طيب الذكر تحسين. لا تحسين شيء ثاني، لا تحسين ما ينعد بين الحكام، لا تحسين حكم وصل الى مستوى. انا اقصد انه لا، انا اقصد انه الكابتن احمد ما كان عنده موضوع المناطقيه، لا كان لا لا كل لا. اي حكم جيد ياخذ فرصته. عندك من الغراف حسين حكم مساعد جيد متميز زين عيني. عندك من الشطره جبنا حكام، يعني هذا حكم مع احترامه يعني الى الوضعه لانه تطوع بالقوات الامنيه وابتعد، حكم متميز محمد. لا وحكم رحمن جيد، حكم رحمن. عندك من الشبايش رحمن من افضل الحكام حقيقة، يعني احنا اللي لم يحصل على فرصه حقيقيه. ما نخلي مناطقيه، ولا انا ابن الناصريه او انا من سوق الشيوخ او انا من البطحه او انا، كلها مدنه محترمه وعلى راسي، وكلهم ابنائهم وعلاقتنا حلوه وياهم ومستمره، اذا مو بي بعمه بخاله بصديقه. ولذلك انت تشوف اليوم الهدف منه هو ابعاد احمد مقطوف من هذا الوضع واخذ سلسله الحكام الدوليين كمساعدين وكحكام وسط، هو استهداف شخصي ليس الا، انا احكيها وملء صوتي، استهداف شخصي. لحد اللحظه اسمع من اخوانا جيب لكم احمد مقطوف، يعني كانما خلوا احمد مقطوف كبعبه من يجي يسولفون شماع ويحجون. ارجع لكم احمد مقطوف. طيب انت لا ما عندك ثقه باللي جابك كرئيس حكام وكلجنه حكام، من مخليهم؟ يقودني الى سؤال. بعض الاقاويل يقال انه احد الحكام هو من يعني يرشح الحكام للمباريات، معلومه قد تكون صحيحه وقد تكون غير صحيحه. نعم. بس احنا نسمع، احنا نطرح الاراء، كل الاراء. نعم. انت كرئيس لجنه سابق، هل يا ترى يحق لحكم عامل انه يخرج واجبات لا الحكام؟ انا كنت اخلي من اعضاء لجنه الحكام وانتقد من المقربين الي، هو وياي بلجنه الحكام كنت هو يبلغهم بالواجبات واي وينتقدوني. كيف هسه انت مخيلك حكم درجه اولى؟ طيب اللجنه اللي وياك وين؟ انتم لجنه الحكام، انت دكتور علي وتم استاذ احمد جباري واستاذ لؤي، وينكم؟ ليش؟ كابتن لؤي اعتقد حسب معلوماتي انه هو ابتعد وما ابتعد اعتباط، يعني ابتعد اكو مشاكل وهاي ابتعد الرجال. قانونيا خلينا نتحدث قانونيا. نعم. اليوم نتحدث قانونيا. ابتعاده غير مفروض الاعلام، او مثلا على سبيل المثال سر ابتعاده خروجه للاعلام، خليه يطلع يتحدث. احنا مشكلتنا اغلب الموجودين مع جل احترامي يعني للرياضيين ما يطلع، يقعد بالبيت ويسكت. هذا خطا، انت ما عالجت الخطا، بالعكس عالجته بخطا اكبر. اليوم صارت مشكله، اطلع للاعلام الراي العام واتحدث هذه المشكله 1 2 3 4. استاذ حسن حبيبي كلامك عين الصواب. للاسف احنا ثقافتنا حاليا الثقافه اليوم انا من اطلع وانتقد استاذ حسن عشاء او انتقد استاذ اليوم تحول هاي الى حقد وشخصنه. انت تقيمني لا انا قاعد خطا. شنو اللي حكيته انا وقامت الدنيا ولم تقعد؟ شنو اللي حكيته؟ طلعت البرنامج حيدر زكي بدجله، شنو اللي حكيته؟ مثلا سبيت لا رايك، شتمت لا رايك. يعني احنا خلينا نكون واضحين، احنا خاصه ابناء المدينه دفعنا ثمن. نعم. انت اليوم رئيس اتحاد كره يد يا اخي، انت اليوم رئيس اتحاد كره يد، يعني هل الناصيه خلت من الشخصيات ومن الرياضيين مع جل احترامي استاذ فرقد صديقي واخوي لحد اللحظه كل الاسماء المذكوره على متواصلين. لا احنا عمل متواصلين انا وياه صباح الخير يوميا. ولكن اليوم انا من اجل حسن ينتقد، انا اول ما طبيت الاذاعه بينك ما بين الله قلت لك اكو شيء علي انه انتقد من باب الاصلاح للامانه، او من باب خدمه المدينه، انا اتقبله برحب الصدر. للامانه حكيت. اما انا اليوم اقعد في مكان ما وحشد سامع وسقط فلان وسقط فلان، لا بالعكس، احنا هسه العتب على الرياضيين بالمحافظه مع جل احترام للاتحاد الفرعي، مع جل احترام وتقديري لهم. يعني اتحاد فرع ما استاذ فرقد من الرباعي، استاذ هادي
مع احنا مو مع المناطقيه لا حق مشروع لاي شخص. اليوم عندك استاذ مهند نائب رئيس اتحاد، رجل ملتي مدير شباب ورياضي قارئ ملتي بهذا. اليوم انا من نحكي عن الاتحاد كلهم اخواني واصدقائي لحد اللحظه. كابتن تعرف مشاكل الحكام خصوصا بقضيه يعني ليش ما يعترفون؟ لا مشاكل الحكام بقضيه الواجبات مال الحكام ترى اخذت مدى كبير يعني افوق 5 اشهر ل 6 اشهر، لكن اكو تكتيم اعلامي، اكو عدم الحديث بهذا الموضوع، واليوم اي شخص يتحدث بخصوص هذا الموضوع يتهم. لا شو يتهم انت؟ احنا بالامن العامه يعني يقول يعتبر انه على اساس انا اللي احاكيك اعوذ بالله من الكلمه، انا يخابروني الحكام اثناء الدوريات، اثر على زملائي الموجودين من الحكام، هم الحكام اي واحد تستقطبه تجيبه. فاليوم يقول له خابرت ابو حنين انت وقال لك لا وما له علاقه، انا خابر من رئيس اللجنه لاخر واحد، وخابر اطلعهم واجبات، انا اطلعهم واجبات وانا قاعد ببيتي. ابو حنين انت تؤمر امر، زملائي اخواني اصدقائي بيت حكام مركزيه. طيب ما عندي مشكله وياهم. احنا عندنا فيديو راح نعرضه حاليا. الفيديو الحكام لجنه حكام كربلاء، شوف العمل مالهم الاحترافي. العمل الان احنا نربط امثله. ماكو نسبه هذا العمل في لبنان هذا المعسكر، وراح اربط لك معسكرنا في اربيل وشوف المقارنه. معسكرات تاخذهم وانا شنو هم نفسهم حتى اربيل ايام. لا انا اقصد شوف الكواليتي، شوف النوعيه، شوف الحمام، راح تعرض الحالات. هذا كان مشروع من كل مقام نقول للناصيه ولهذا بشكل ذي من كل الاقضيه والنواحي موجودين عندنا حكام شباب منتبهين، منهم ظلوا يحاربونه. يعني عندنا حكام ما سووا درجه اولى، يعني هسه سل بالله الدرجه الاولى بقت على اسمه هذا الولد هشام الشمري او اثرت مشكله هشام الشمري او احد اخواننا من الفضليه ما يحضرني اسمه محمد. شوف المعسكر مال الاتحاد الفرع في قارة هذا باربيل. شنو ليش خذوهم؟ خذوهم جروب. ايوه هذه صوره مع صوره جميله، هي بالعكس الستايل حلو. خذوهم جروب وشكل كترتيب حلو ما عنده. وما يطلع المكان سياحي اذا ما يدفع 10000. تحدث كابتن علي تحدث بهذا الموضوع. جروب ساد جروب. شلون انا اخذ حكم جروب؟ الجروب كل شيء بيه حاجه سامع الزين وبيه المو-زين. هي مشكله اكو امور تجرح. لا كنت اخذهم انا 10 ايام و8 ايام بربيل وبستيمانيه مرتين وبراحتهم. وبالاخير اذا اشوف اكو عندنا حكام شباب وضعهم المالي وتعبان اجمعهم موجودين يسمعوني، هم كلهم يسمعوني، اجمعهم بالليل واعرف اعرف ما عندك، انا اعرف استاذ حسن ما عنده وضعه تعبان، اعرف وضعه العائلي ووضعه الوظيفي وضع تعبان، اجمعهم بالليل وانطيهم المبالغ اللي بقت عندي. شو اسوي بيها؟ ثانيا لا مطيني الاتحاد ما مطيني، انا بعلاقاتي الشخصيه اجمع من تجار المحافظه واخذ الحكام واسويهم 5 ملايين 8 ملايين، ما عدا الله يذكره بالخير كان يعطينا سيد المحافظ سابق عزيز كاظم علوان، وجا بعده استاذ طالب، هذول اعطونا مرتين، اعطونا كل واحد على 5 ملايين، والبقيه انا اجمعهم، نظل 10 ايام فندقهم وسيارتهم واكلهم كله ببلاش، ويزود عندنا مبلغ نعطيه، ما مسوي عليه فضلانه. زين الاتحاد الفرع حاليا يجيب موارد ماليه، مبالغ ماليه تجي؟ ما اعرف والله. يعني ما عندك معلومه بخصوص هذا الموضوع؟ لا هذيك المره مال بطوله الجمهوريه يمكن اعطوهم 20 مليون ما لقيت. 20 مليون على اللعبات مال بطوله الجمهوريه. لا المحافظ اعطاهم والاتحاد اعطاهم، اتحاد مركزي. طيب اريد اختم هذا الملف. تحتاج لجنه الحكام حتى يطلع عندنا حكم نريده دولي، ما نريده اليوم محلي، نريده دولي. تحتاج استاذ حسن تحتاج المتابعه، تحتاج المعسكرات، تحتاج المحاضرات، يعني حتى للانديه هسه يسمعوني، حتى للانديه اروح للغراف، اروح للرفاعي، اروح للشبايش، اسوي محاضرات داتا شو، اخذ الحكام اللي وياي المتميزين مثل اكرم مثل علي راجي، هو خارج اخذه وياي، نروح للقضيه والنواحي ونسوي لهم، نشرح لهم القانون من طقطقه للسلام عليكم، وناكد على المواد 11 و12 باعتبار روح كره القدم هي الماده 11 تسلل
الاوف سايد والماده 12 الاخطاء وسوء السلوك. احنا هذا ما قاعد نلمسه حتى من ضمن الحكام، اجتماعات مستمره، معالجه الاخطاء، تكريم الزينين، محاسبه الحكم اللي يخطئ ويكرر الخطا ماله، هذا ما جاي نشوفه، هذا ما جاي نشوفه. اليوم انا داعم للحكام هسه وبعد وباكر، كلنا داعم بالعكس، كل سواء لا استاذ حسن انت كاعلامي ندعمهم، لا ندعمهم. انا كاحمد مقطوف رغم اللي صار ورغم انا داعم الحكام. اي حكم اتحدى اي حكم هسه امامك وامام الاعلام انه اتصل علي على شغله معينه وعلى قلت له لا اروح، حتى اضطر اروح وياه اذا شغله بفلان مكان انا اروح وياه في سبيل اخلص هاي الشغله واحفظ كرامته واحفظ وضعه. اما اليوم انا اجي اقعد ولا حقد وضغينه ولا سوى هيك وراح هاي شو له علاقه؟ انت لو تريد تنجح عملك اتحاد فرعي تريد تنجح، الحكام عندك، الحكام هم اهم فقره عندك باتحادك، هم الحكام، الانديه ماشيه امورها. ذكرتني بحاله صارت اكو فتره من فترات، صار اكو انتقاد على رئيس اسمه لجنه يعني الاتحاد الفرعي استاذ فرقد، فتفاجات بالحكام تدخلوا بالموضوع، منشورات ينزلون. يعني انا ما اعتقد انه الحكم دخل بهيج مواضيع. اليوم لما انتقد رئيسي انا رئيسي انا شنو دخلي كحكم؟ لا مو صحيح. انت تثير الشبهات على حضرتك، انا بعض الحكام لدي علاقه بهم شخصيه وتحدثت وياهم، قلت لك استاذ حسن انت تثير الشبهات على نفسك، وهذه ثقافه خاطئه بعض الحكام للاسف الشديد. اي هذا نوع من انواع حتى يعود يشوفه وهاي بكت يرضى عليه بكت. حسن والله ما نقدر يعني احنا هسه لحد اللي حكيناه هذا شيء بسيط، اكو امور والله العظيم ما احتراما لتاريخنا ولاسمنا ولعوائلنا، اكو امور ما نحكي بيها، الله وامان الله تفشل ما كانت عندنا هي موجوده، اكو امور وصلت الى يعني يخجل واحد يحكي بيها، اسمع انا من الناس ولا فلان صدق معقوله، قال والله العظيم هذا اللي جاي يصير. ليش؟ احنا اليوم كل احنا ولد مدينه واخوان ونقعد ونسولف، اذا كان هذا خطأان نصيحه الرجله نوفر له انه طريقه يا بيت هذا الطريق الماشي. انا اذا ترتاح نروح فاصل هسه، خلينا نرتاح. شفت على وجهك التعب والحزن. لا لا مو والحزن على هذا الموضوع. لا لا مو اتاذى والله. فاصل. رجعنا مره ثانيه، وايد اشوف البسمه على وجهك. هذا من حرصك، انا اعرف والله، اعرف انه انت رجل حريص على الحكام. بالعكس. بس اريد اختصر بالموضوع بسيط. اكو اسماء خذلت احمد مقطوف؟ ايه. اكو صديق مقرب خذل احمد مقطوف؟ ايه. نقدر نعرف اول حرف؟ لا اريد حصري. لا انت سالتني وانا قلت لك للاسف اكو ناس سويتها وتعبت عليها وخلصتها بالمواقف، والله العظيم والله يا استاذ حسن يعني هذا واحد. اعطينا قصه لا بسيطه. انا اكبر من ذني، ادري بيك والله. ايه انا اكبر من ذني. اليوم انا من اسوي شيء يم استاذ حسن وهذا ما يعني اتنومس فيه في سبيل اقلل من شأن الآخر. نعم والآخر غلطان والآخر ما يحترم والآخر ما نقدر العشرة، وحاليا موجودين هم بالرياض يشتغلون بالرياض زين. بس ما جازوني. شخصيات رياضية تغيرت بعد فترة من الزمن حاليا القديمة مع الحقبة الجديدة، مع الحقبة الجديدة للاتحاد الفرعي. لا اكو اسماء تغيرت، مثلا تغير عملها. اليوم اكو شخصيات ببالك جيت لك تنظر لها نظرة مختلفة، الآن تنظر نظرة أخرى. اي نعم موجودة حاليا، موجودة بكل فئات المجتمع استاذ حسن. اليوم انت وانا قاعد نباوع ونشوف سواء كان على مستوى دوائرنا او على مستوى مناطقنا. اليوم هذا الشيء موجود، بس يبقى الانسان اليوم هو مثل ما يقولون هو حليبه، اذا كان حليبه نقي ومن عائله محترمه ومرتب، لا وش بدي انا يشوفني عندي استعداد انا فضائيات يوميا اطلع فضائيه وبجعبتي كثير، بس انا لا، انا احترم
اولا احترم اسمه وتاريخي، وبعدين احترم مقابل. وصل الى هذا المستوى الله يوفقه، بس لابد يجي يوم، انت رمز من رموز المحافظه، لابد يجي يوم ويرجع الرجله ويرجع الوعيه، يقول انا وين كنت رايح على سويت بهذا الرجال. يعني احنا حصل عليه نحكي وقالوا ها زين هذا من قطع رزق. ليش؟ انت اليوم تجي بمكان ما، انا استاذ حسن اعرف اعلامي، ما اعرفه يروح يشتغل مثلا يطلع من الاعلام مع احترام لجميع المهن. طبعا يروح يشتغل مثلا عماله، ويروح يشتغل بيتر، او يروح مع جل احترامي. هو كمثل مصر من افكار اقل مقدار. لا بس ابداعتك، الاصيل يبقى اصيل. والحكي هنا ذاك الجهه الثانيه ما اريد نتلفظ الفاظ، لان قناه اذاعه محترمه وتلفزيون محترم، ما اريد نتلفظ الفاظ بذيئه. هو هسه من خلال حديثي راح يعرف نفسه، سويت لك انا وانت سويت لي، بس هاي اقول لك اياها. طيب اريد كلمه اخيره نختم، اردك شويه ترتاح، تختم إيه لا كلمه، الحمد لله تختم لنا كلمه للجمهور، إيه؟ اولا للنادي الناصري ولحكامنا، وبصراحه اريدك تكون تروح منا مرتاح يعني. وشنو رايك بالحلقه بشكل عام؟ يعني احنا هذا الشيء شهادتنا مجروحه بكم، الله شاهد ورسوله. ثانيا احنا جمهورنا العزيز، اخواننا الرياضيين، ان احنا من اجينا من نادي الناصريه ما اجينا تجار، احنا اجينا ناس رياضيين جايين نخدم النادي. يعني انت اليوم كل ساعه مطلع صورتي، كل ساعه مطلع صوره هيثم ومطلع صوره سامي، ايش تعرفنا يعني تجار مثلا؟ احنا مو تجار، احنا جينا خدام مدينتنا رياضتنا، نريد نوصل نادينا الى حال الانديه الباقيه اللي هو الدوري الممتاز. فنتمنى عليكم ان شاء الله الصبر، وتعطونا مجال وتدعمونا وتساندونا من اجل ان تكون كلمتنا واحده ونوصل الى مبتغانا اللي هو الوصول الى الدوري الممتاز من خلال هذا النفس الطيب. اما غير شيء صدقوني صدقوا بالله ترى ما نوصل منا لنا اذا نظل احنا اليوم انا مع جل احترام للاخرين انه انا اسقط بهذا واسقط بذاك. لغه التسقيط في سبيل لا، احنا اللغه مرفوضه اخوان، واحنا اخوانكم وتندلونا، تندلون بيوتنا وين نقعد ودوائرنا. اجي اي مخترع عندك نحترمه ونخليه على راسنا، اي معلومه عندك نحترمها ونخليها على راسنا، واذا ما وصلنا وياك الحل اقول انتم اجيناكم مره مرتين وما احترمتونا. واشكر جميع الاخوان اللي جاي يشاهدونا واللي يسمعونا، وعذرا اذا بدرت من عندنا كلمه منا ومن هناك، هي حرص ليس الا. واكرر شكري وتقديري لاخواني بتلفزيون ذي قار الابطال. سيد حسين اليوم ما شفناه، ما موجود. تحياتي للجميع، تحياتي. مشاهدينا الكرام الى اللقاء وحلقه قادمه باذن الله مع ضيف لا يقل شيئا عن كابتن احمد. الله يحفظك، انتم طيبين. من نعم من نعم. شكرا لكم والله.